حمزة نمرة مغني وملحن مصري ولد في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 1980 في أبها بالمملكة العربية السعودية. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى وهو في سن مبكرة، حيث بدأ في تعلم الموسيقى وهو في السابعة عشر من عمره في مدينة الإسكندرية التي انتشر فيها في ذلك الوقت العديد من الاتجاهات والمدارس الموسيقية، وكانت فترة إحياء للفرق الموسيقية. كانت أول فرقة موسيقية التحق بها حمزة نمرة هي فرقة الحب والسلام، حيث انضم إليها عام 1999. وقد أثرت تلك التجربة الأولى في تكوين شخصيته الموسيقية، وتعلم على يد قائد تلك الفرقة الموسيقية نبيل البقري التأليف والموسيقى والتلحين، وقدم مع الفرقة العديد من العروض كمغني وعازف جيتار. واستمر حمزة مع تلك الفرقة التي كانت السبب الرئيسي في صقل موهبته حتى عام 2001. بدأ حمزة في خوض تجربته الخاصة بعد استقلاله عن فرقة الحب والسلام سنة 2001، حيث بدأ في تكوين فرقته اللي كانت أول مشروع موسيقي لحمزة، وكان اسم الفريق نمرة، وقدم العديد من ألحانه من خلال هذا الفريق الذي كان هو مغني وعازف الجيتار بيه. واستمر الفريق حتى عام 2004. بعد عامين من انفصال الفريق وفي عام 2006 بدأ حمزة الإعداد لألبومه الأول اللي ساعده فيه العديد من أصدقائه سواء من الفرقة أو الفرق الموسيقية الأخرى. وصدر الألبوم الأول بعنوان احلم معايا عن شركة أوكاينج ميوزك المعروفة بإنتاج الأعمال الإسلامية، وقد أنتجت تلك الشركة لماهر زين وسامي يوسف ومسعود قلتيس وغيرهم. ولم يلقى الألبوم الأول أي انتشار حتى قيام الثورة في يناير 2011 في مصر، حيث بدأت أغاني حمزة في الانتشار بين الشباب، خاصة لتقديمه العديد من أغاني سيد درويش. وفي نفس العام قدم ألبومه الثاني إنسان اللي حقق نسبة مبيعات عالية، دعمها تقديم حمزة للعديد من الحفلات على خلفية الأنشطة اللي قام بها الشباب الثوري في مصر. ومع بعض كلمات أشهر أغاني حمزة نمرة اللي انتشرت بين الشباب مؤخرا أغنية احلم معايا، أغنية إنسان، يا ما نفسي أعيش إنسان، قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدف ويضحك يضحك، خلق الله يفرح يفرح، كله معاه إنسان، جواك وجوايا إنسان. إضافة ملخصة، يعد حمزة نمرة بأنه موسيقار مصري، كما أنه يعمل في مجال التأليف وغناء، بالإضافة إلى تلحين عدد من الأغاني، بالإضافة إلى أن حمزة نمرة قام بالدراسة في جامعة الإسكندرية، كما أنه أيضا ولد سنة 1980 وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية، ويحاول عرض أفكار هذا الجيل ومستحدثات وأحداث الواقع من خلال أغانيه وملحناته. وبدأ هذا جليا من إنجازاته، وبدأ مشواره منفردا بعد أن استقل عن الحب والسلام اللي كان معهم من عام 1999، وبدأ من خلال فرقة نمرة سنة 2001. وفي 2006 قدم أول ألبوم ليه كان باسم احلم معايا، وهو من إنتاج شركة أوكاينج ميوزك، وهو يحاول إنه يقدم من خلاله أعمال عن أفكار بتلامس القضايا المعاصرة بروح مصرية، ومن أعماله يطير، شد الحزام، احلم معايا، وغيرها كتير.